موضوع تركي الشيخ خرج ثانيه واحده، خرج عن اطار لعيبه بيخطفها للاهلي ودخل في اطار تاني ممكن يفسد علاقات بين شعبين محترمين. لا صح، خلي بالك. وانا مش هتكلم دلوقتي تمام، لان انا كان عندي لقاء في مؤسسه محترمه اول امبارح، وعندي لقاء بكره بالليل مع هذه المؤسسه. لو لم احصل على حقي انا وشعبي انا هطلع اتكلم في مؤتمر صحفي. الموضوع خرج عن اطار لاعب اتخطف، والبلطجيه اللي حضرتك بتقول الاخ علاء بيقول لك ايه هو راح مضى بمزاجه. لا على فكره دول بودي جاردات تركي الشيخ يا استاذ علاء. او النبي ثانيه واحده والنبي وجه الكلام يا استاذ علاء. ايوه صحيح. مين ابو شعر ده اللي هو ده البودي جاردات خلاص. واللي بيجري ده اللي فيه واحد بيجري كده وراهم ده حماده سكرتير تركي الشيخ. لا مش قضيتي دلوقتي، مش دي قضيه. انا النهارده بصراحه انا بتعامل مع السيد تركي الشيخ وزير الشباب الرياضه في السعوديه وفي مصر. بتعامل مع الاستاذ تركي الشيخ رئيس النادي الاهلي الرسمي مش الشرف. بص يا دكتور عمرو، انت بدات تلعب مع الاسد، مش تركي بقى يقول لك اللي يلعب مع الاسد يا تركي. انا بكره هيتحدد. طب ممكن يكون الشيخ تركي يقصد لعبد الله السعيد اللي يلعب معانا يستحمل ان عبد الله ممكن يكون قصده كده، مش قصد نادي الزمالك. صدق وسلم بالله. لا اله الا الله. اقسم بالله العظيم الواد اتخطف من جوه النادي، والبودي جاردات دي كلهم بتوع تركي الشيخ. وده اللي انت هتشوفه ده ما اعرفش تعرفه ولا لا. اسمه لا لسه قايل لك اسمه ده اللي كان بيجري حماده. خلاص اللي هو سكرتير تركي الشيخ. هو في حد بيتعاقد ده لو من الولد عبد الله راح محضر. انا بشكر السيد تركي الشيخ. اولا الماتش كان محترم. هو لما لعب الاهلي وغلبه كان جايب له لاعب بس عبد الله السعيد. كان جايب لي سبعه. حتى انا كنت بقول له هي حرب عالميه. بقول لاخويا السيد تركي الشيخ اللي كلمني بعد الماتش على طول، هي دي الروح العاليه اللي انا كنت منبه على الفريق عندي. يمكن الناس كلها شافت الفيديو ان العلاقه بيننا وبين ترك علاقه محترمه، اوعوا تفسدوها. وعايزين تردوا على الاقل اللي قالوا عليكم. وحازم امام حتى احنا شلنا جزء من الفيديو لما قال لما قال شتم اللعيبه على السبوره، انا شلته. عايز ترد عليهم الولدين دول في الملعب. وانا سعيد. انا حتى قلت لاخويا تركي هو انت داخل حرب عالميه يا عم تركي؟ جايب لي 7 لاعب لي خرابين ومين ومنين وليه في يا عم ده في ايه؟ في ايه ماتش كوره؟ فبقى كان بيضحك يعني. الحمد لله الماتش عدى على خير. وعلاقتنا بالسيد ترك محترمه. وزي ما انا قلت قبل كده في الفيديو قبل كده انه اللي جاب المدرب هو ترك، واللي جاب اللعيبه اساسي اللي جاب منين هو ترك، وحامل النقاز هو ترك. وان شاء الله هيدفع فلوس خالد ان شاء الله. طيب هو اللي هيدفع فلوسه ان شاء الله. وبقول للجمهور الاهلي العظيم المحترم، جاب لكم عبد الله السعيد بس وغلبكم. جاب لنا احنا 7 وكنا هنكسب. عرفتوا الفرق بقى؟ جيل ورا جيل ولا يوم عرفت يا اهل المستحيل. الفوز في دمك ده ملوش بديل. بعد ال90 دي من زمان. ولو هعيش احكي في تاريخك ده ما يكفينيش. ده تاريخ مليان بطولات ما بتنتسيش. في الكون انت اعظم مكان.